السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مصنع القطعات الليزر الليزر وول تو وول. طبعا درجة الحرارة 8 تحت الصفر، فربنا أعلم احنا واقفين عاملين ازاي، بس هنعمل شرح سريع. احنا الحمد لله شفنا القطعات فوق وعيناها، ولكن خط الإنتاج كان لازم نمر عليه. طيب لو جينا نبص على القطع يا جماعة هو مفكوك، أنا بس بيهمني أوصل لك الفكرة هو مفكوك. أهو القطع فكرته يا جماعة، التيوب بتاعه العدس بتاعه بيبقى هنا، البوضة بتبقى هنا، تمام الكلام، العدس هنا والبوضة هنا، المواتير الجهة التانية. كويس؟ فكرة القطر اهي. احنا هنجيبه قطر بسنسور هنا عشان يقرأ حوالين الطباعة بوحدة الليزر، يبقى احنا كده هنجيبه 3 في 1. عندنا اللون الاسود، عندنا اللون البرتقالي استبعدناه، عندنا اللون ده اللي عاجبنا قوي 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 وعايزين ننفذه. اللون ده هو اللي باذن الله هننفذه. السيم كلر ده اللي هننفذه ان شاء الله. طبعا ده خط الانتاج اهو يا جماعه بالترتيب اهو. هنا برتب المواتير اهو، البعد اهي. كويس؟ بس طبعا الساعه دلوقتي 5:15 هم المصنع قفل 5، بس البيت بص قال لي لا عشان انا جاي سفر. طبعا بيتم ظبط نقطه الليزر، التوقيت دي برضك احنا شرحناها في فيديو، دي الفانه بتاعته اهي. بناخد المرحله اللي بعدها او دي اللي قبلها تقريبا، بيبدا يركبهم. طبعا احنا الجو برد جدا، انا اسف طبعا. فكره الليزر وفكره الدوره المائيه اللي بتبقى جنب الماكينه اهي. المكن بيبدا يتجمع بالشكل ده يا جماعه، دي الاجزاء بتاعته اهي. كويس؟ قبل ما يتجمع اهو، هنا هو مركب هنا البعد اهو الحاجه اهو، ده اللي هو بتاع الميه او اللي بيضخ المائي، تمام. وده الباور سبلاي، والجهه الثانيه بنلاقي بقيه الحاجه، وبيطلع من هنا العدستين، من هنا اهو العدستين اللي بيشتغلوا ليزر مع العدسه الثالثه ان شاء الله. دي فكره الخط الانتاج، طبعا في عجاله او في سرعه، لان طبعا الجو برد الناس قفلت، فاحنا نزلنا كده. بس الحمد لله احنا جبنا كل الداتا الممكنه، كل الداتا اللي وصلناها وصلوا لك. يكفي ان احنا في المصنع بنبص لقيناهم عندهم اكبر كميه قطع غيار، اكبر كميه خدمه الليزر، لانه هو اخطر حاجه في القطر، مش السن ابو 100 جنيه، لا 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 خالص. احنا بنتكلم على التيوب، انا محتاج منهم ضمان سنتين فيه، محتاج شغل اطول، هو ده اللي ركزنا معاهم، ركزنا في الشغل ده. طبعا كنا محتارين ما بين الالوان، الاسود مستبعد، اسود خالص كده انا بستبعده، ده وجهه نظري الخاصه طبعا، في ناس بتحبه. انا هنجيب باذن الله اللون ده، الكلر ده اللي باذن الله هننفذه، وده اللي باذن الله هنشتغل فيه. كويس؟ طبعا بقيت خط الانتاج اهو بقى يا جماعه، بنرتبها كده اجزاء، القاعده، العجل. طبعا هنصور لكم قبل كده خطوط انتاج، ده اللي هو بتاع الهواء اللي بيرمي الهواء بره. كويس؟ اهو. ودي المواسير الخلفيه اهو، ده الالومنيا بتاعت القواعد، ده الفوم بتاع التقفيل. طبعا بقيه القواعد اهي. احنا طبعا في عجاله كده، بس بنحاول نوصل لكم ان احنا وصلنا للمصنع، عملنا القطعه 4 في 1، قص حوالين الطباعه، ليزر، انه يكتب بالقلم ويرسم لوحه اهو. دي بقيه برضك القواعد، قطع صغيره برضك، نفس فكره التركيب، نفس فكره المصانع اللي دخلناها قبل كده، ان هم بيرتبوا خطوط الانتاج حاجه حاجه. دي كده فكره خط الانتاج بتاع الجزئيه دي من المكن بس، يعني المكن ده بيروح يدخل مرحله ثانيه. دي المكنه باذن الله كنا هنجيب اللون ده، كنا هنجيب اللون اللي هو البرتقالي ده، بس اللون ده يعني حسيت ان هو فيك شويه او طفولي شويه، ممكن يمشي مع دول الخليج اكتر، انما احنا ركزنا شويه على اللون ده اللي هو يمشي مع مجتمعنا، والى حد ما قريب لديكوراتنا وديكورات المنازل وديكورات الشركات، ولونه هادي، يعني طابلوه لطيف، ده لما يبقى في مكتبك طابلوه لطيف بالحجم ده، الاسود تقيل شويه انما ده لونه لطيف. نتمنى يا جماعه التوفيق، شكرا جزيلا، ويا رب نكون وصلنا لكم المعلومه. في حوالي يجي 6 فيديوهات هنجمعهم بس على بعض وهنرفعهم كلهم، تابعونا، وباذن الله باذن الله ده هيبقى الجديد بتاع سنه 2026، واحنا رايحين بقى نحدث عليه. شكرا جزيلا، شكرا، ثانك يو، باي باي.